السلام عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده وطاقه ايجابيه ان شاء الله. ايه رايكم فيديو النهارده او وصفه النهارده هتكون عن كيكه الرواني، وهنعملها بطريقه جميله جدا وهتعجبكم ان شاء الله بجد. فيها مكون كده جميل جدا بيخلي الكيكه غنيه. تابع الفيديو للاخر. يلا بينا نشوف المقادير ايه وطريقه التحضير ايه. بس يا ريت بعد اذنكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفيها، ودوسي على زر الكل وفعلي الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. يلا بينا بقى نشوف المقادير ايه وطريقه التحضير ايه. اول حاجه عندي في المقادير هيكون بيضتين بدرجه حراره المطبخ وعليهم رشه من الفانيليا وكوبايه الا تلت من السكر، عليهم بقى كوبايه من الحليب، وكمان نص كوبايه من الزيت النباتي، وعليهم كوبايه الا تلت من السميد البسبوسه، وكمان كوبايه من الدقيق لجميع الاغراض، وكمان معلقه كبيره من اللبن البودر بتفرق بصراحه، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وكمان 3 معالق من جوز الهند، ورشه من الملح. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. انا مش عايزه اقلب كتير عشان ماده الجلوتين ما تتفاعلش. هننزل بقى في صينيه مدهونه وهحطها، طبعا هديها ضربتين عشان نطلع الهواء اللي فيها، وهحطها في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180. وهاجي بقى للشربات، حطيت كوبايه من السكر وعليها كوبايه من الميه، واول ما تغلي هديها عصره من الليمونه وكمان باكت من الفانيليا. واول ما طلعت معانا ما شاء الله جميله جدا، زقيتها بالشربات وطريه بجد تحفه. مش قادره اقول لكم بقى على ريحتها جميله جدا. يا رب يكون الوصفه عجبتكم. لو عجبكم بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، واهم حاجه دوسي على زر الكل وفعلي الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.